السلام عليكم. صراحة في المقطع السابق لاحظت بعض التعليقات اللي تقول انه ما فيه جزء جديد، خلاص وادي الذئاب انتهى بالجزء العاشر، والجزء العاشر كان اخر جزء من هذه السلسلة. طبعا ايش اللي اجبرهم يقولوا هذا الكلام؟ الشيء الاول اللي هو المشاهد اللي في اخر حلقة من الجزء العاشر، صراحة مشاهد تبين لك انه خلاص وادي الذئاب انتهى. مراد يمشي عند المقبرة، مراد قتل كل الاعضاء المجلس، مراد قتل كل الشخصيات الشريرة اللي في المسلسل. صراحة هذه الاشياء خلاص تبين لك انه وادي الذئاب انتهى. والشيء الثاني اللي هو التأخير، صراحة لأنه تأخر بشكل كبير يعني، ولا كان انعرض الجزء ال11 من زمان، فعشان انه تأخر خلاص قالوا الناس انه ما في جزء جديد، فهذا اللي سببين اجبروهم انهم يقولوا انه خلاص وادي الذئاب انتهى. لكن اليوم راح اجيب لكم بعض اللقطات او بعض المشاهد من الحلقة الأخيرة من الجزء العاشر، هذه المشاهد راح تبين لكم انه في جزء جديد. فبسم الله خلونا نبدأ. في عداوة بين مراد ومتى، لكن هذه العداوة انتهت بعد ما مراد قتل متى في الجزء العاشر. لكن لحظة، هل هذا معناته ان هذه المشكلة انتهت؟ اكيد لا، لانه زي ما لاحظنا متى اللي كانت دائما تحاول تصلح المشاكل اللي بين مراد ومتى، قالت في الجزء العاشر انها راح تنتقم من اللي قتل ولدها، فهذا الكلام يأكد لنا انه في جزء جديد. وفوق هذا كله اتوقع ان هذه الحرمة راح تكون من اكبر اعداء مراد في الجزء الجديد، لكن الظاهر ان العداوة راح تكون من طرف واحد لانه مراد يحترم هذه الحرمة. اوكي، الشخصية الثانية اللي تبين لنا انه في جزء جديد اللي هي الشخصية اللي تكلم عنها القس، شخصية راء، ما ادري اذا اسمائهم كذا او لا. فالمهم طبعا هذه الشخصية اللي فهمناها من المسلسل انها شخصية جدا غامضة وشخصية منافسة لأمون، واتوقع ان مراد على مدار لازم يلتقي فيه في الجزء الجاي، فمستحيل مسلسل زي الوادي يتكلم عن شخصية بهذا الغموض وبالنهاية ما يبين عنها اي شيء. فنروح المشهد اللي بعده اللي هو مشهد يوسف وامه في البحر. فبالله عليكم هذا منظر ابطال ينتهي زي كذا؟ ما اتوقع يا اخي. لازم تتجمع العائلة هذه، لازم يوسف يشوف عمته صفية، لازم يوسف يشوف اخته رهف، واتوقع ان هذا الشيء راح يصير في الجزء ال11. اوكي، اخر مشهد راح يكون معانا اللي هو مشهد موت فهمي، وشفنا انه طلب من ابنه كنان انه يبحث عن اخوه اللي ضاع عشان ينتقموا من الاختيارية، فما اتوقع ان هذه النهاية مناسبة للمسلسل. اكيد ان كنان راح يحصل اخوه في الجزء الجاي وراح يحاولوا انهم ينتقموا من مراد، فللامانه اتوقع ان كنان واخوه راح يكونوا من اكبر اعداء مراد على مدار. وكمان لا ننسى متى اللي ظهرت في بدايه المقطع، صح انها عجوز بس لا تستهين فيها ترى معاها رجال بعد شعر راسك. اوكي صح، نسيت اتكلم عن سبب التاجيل. طبعا سبب التاجيل اللي هو سببين، السبب الاول القضيه اللي لاحقت المسلسل وابطاله، وتكلمت عن هذه القضيه في مقطع سابق، فباختصار شديد هم افتكوا الان من القضيه هذه وخلاص انتهوا منها. السبب الثاني اللي هو فكرة فيلم الانقلاب اللي جاتهم فجأة، فللي ما يعرف هم الآن قاعدين يشتغلوا على فيلم جديد اللي هو فيلم وادي الذئاب الانقلاب، وفي شائعة تقول ان الجزء الجاي راح ينزل في شهر 9 من 2017. وبكذا نكون وصلنا لنهاية المقطع. لا تنسى تضغط زر اللايك إذا عجبك المقطع، وتشترك في القناة عشان توصلك مقاطعي، ويعطيك العافية.